طبعا. وانا بسميه برضه زي الكبد الدهني. مم. وده مرض من امراض العصر عرفنا يا دكتور بالكبد الدهني. الكبد الدهني ده احنا طبعا قضينا الحمد لله على فيروس سي. الحاجه الخطيره اللي هنجابيها الفتره الجايه دي هو الكبد الدهني، اللي مم. هو تدهن الكبد نتيجه زياده الوزن. ايه اه، سبب زياده الوزن والسمنه؟ جانك فود. ثقافه التيك اواي. وثقافه بالظبط. التيك اواي دي مش بتشمل اطعمه، ده دي اه، ثقافه عامه. تمام، يعني اسلوب بتشمل الحياه. اسلوب حياه، عدم ممارسه الرياضه، عدم ممارسه المشي، اتباع نمط غذائي غير سليم. انا بنصح كل الاخوه المشاهدين ان احنا نتبع نمط غذائي صحي ونمط رياضي سليم، وان انا اعمل باستمرار على انقاص وزني ودايما متحمل هتؤدي الى حل كثير من الامراض. الكبد الدهني احداها. الدهن، خلايا الدهنيه المفروض لها نسبه طبيعيه مش تعدي 20% من مم. الكبد. لما الوزن بيزيد تترسب هذه الخلايا الدهنيه حوالين الخلايا الكبديه، اه. تضغط على الخلايا الكبديه، يحصل التهابات فيها، تيجي كرات الدم البيضاء تشوف مكان الالتهاب ده، يحصل تليف في الكبد. مم. إذا الكبد الدهني الغير معالج فترة طويلة مع زيادة وظائف وإنزيمات الكبد فترة طويلة سيؤدي إلى تليف فين؟ في مم. الكبد، وتليف الكبد يؤدي إلى السرطان. مم. إذا فالكبد الدهني الملتهب أو التهاب الكبد الدهني هيساوي عندي فيروس سي. يبقى أنا بقى دلوقتي بقى تحذير لكل السادة المواطنين إن إحنا نحافظ على الوزن بتاعنا، نحافظ على النمط الغذائي والرياضي السليم.